انا قلت لحضراتكم المباريات الوديه اللي هيلعبها منتخب مصر هتكشف اللعيبه لحضراتكم، وهتبين قد ايه احنا عندنا لعيبه دون المستوى زي محمد هاني ومروان عطيه وغيرهم من اللعيبه. انا بشجع النادي الاهلي لكن منتخب مصر ده بالنسبه لي حاجه كبيره. فما اقول لك والاهلي برضو والزمالك اللعيبه بتاعتهم تعبانه خالص. يعني عندك مصر تخسر من اوزبكستان اللي هو تصنيفه فوق السبعين ولا فوق حاجه وسبعين يعني، تخسر 2-0. ويعني اوزبكستان مع الرأفة كمان. ازاي منتخب مصر يبقى فيه اللعيبة دي؟ انا عايز اسأل سؤال منطقي واحد. ازاي منتخب زي منتخب مصر اللي هو سبعة افريقيا يخسر من اوزبكستان اللي هو تصنيفه بعيد خالص عننا 2-0 بالطريقة المذلة والمهينة دي؟ انا مش عارف. هو العيب يا جدعان في اللعيبة، العيب مش في المدرب، العيب في اللعيبة. اللعيبة كلها لا تصلح. اللي اسمه اوستن ده اللي جاب الجونين في وسط خمس ست مدافعين لمهم كأنه ميسي. انا فجأة انا اتفاجئت ان هو ميسي مثلا هو اللي بيلعب ولا حاجة.